انا عايزك تعرف من اول ما تركب عربيتك في استراليا وتبدا تسوق يا معلم، انت والله متراقب وفي 50,000 عين عليك عايزه تلبسك غرامه باي طريقه. البوليس بشكل خاص، الحكومه بشكل عام، بجد كرييتيف جدا في ان هم يبتكروا اي طريقه يلبسوك غرامه عن طريق ان هم يشوفوك ماسك موبايل او تعدي السرعه. انت من اول ما بتيجي استراليا وتطلع رخصه السواقه الاستراليه بينزل لك عليها 12 نقطه. النقط دي بتضاف عليك على حسب المخالفه اللي بتعملها. في مخالفه بيضاف عليك نقطه، نقطتين، ثلاثه، على حسب مخالفه. وعلى فكره بجد النظام ده مؤذي جدا لناس كتير جدا، لان في ناس بتفقد ال 12 نقطه والرخصه بتاعتهم بتروح وشغلانتهم اصلا معتمده على السواقه، خاصه الناس اللي هم شغالين اوبر والحاجات اللي زي كده. اول ما بتبدا سواقه انت فعلا حرفيا بتحس ان انت ممكن تلبس غرامه باي طريقه في اي مكان، لان فعلا الطرق هنا كتيره جدا، وزي ما قلت لكم قبل كده هم كرييتيف جدا في الطرق دي. بس في نقطه ايجابيه في الموضوع ده، ان هنا من كتر ما نظام المرور ونظام السواقه بشكل عام قوي جدا ومنظم جدا، كله ملتزم بالقانون والنظام ده 100%. مع التزامك انت الشخصي بالموضوع ده برضه، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل. نبدا بقى بالطرق اللي انت ممكن تلبس بيها غرامه لو انت عديت السرعه المحدده بتاع الشارع اللي انت سايق فيه. اول طريقه طبعا الطريقه الاعتياديه جدا، كاميرا المراقبه وكاميرا السرعه اللي بتبقى على جنب الطريق، واللي بتبقى في استراليا شكلها عامل كده. ساعات كده وانت بتسوق في اي طريق بتلاقي على جنب الطريق عربيه بوليس. جوه عربيه البوليس دي ضابط الشرطه بيبقى جوه قاعد ماسك الجهاز اللي بيقيس السرعه بتاعت العربيه اللي جايه عليه. نفسه طبعا العربيه دي تعدي السرعه المحدده بتاعت الطريق عشان يلبسك غرامه. على فكره لو انت سايق طياره حتى لو على 200 بيلقط برضو الرقم بتاع العربيه من ورا. فكره ان نفس الكلام ده بيحصل، بس وظابط الشرطه واقف بره عربيه الشرطه، والعربيه طبعا انت مش هتشوفها، وظابط الشرطه نفسه بيستخبى ورا مثلا شجره او اي حاجه كبيره جدا بحيث ان انت ما تشوفوش عشان الغرامه تجيلك زي القضا مستعجل. نيجي بقى الغرامات ماسك الموبايل. الكاميرات العاديه جدا اللي بتكون متعلقه فوق اليافط اللي بتبقى في وسط الطريق واللي شكلها بيبقى عامل كده. في هنا عربيات اسمها اندر كفر. اندر كفر دي معناها ان هي عربيه عاديه جدا، لونها عاديه جدا، ما فيهاش اي بادج بوليس ولا اي حاجه تدلك ان دي عربيه بوليس، اللي بيبقوا قاعدين جواها ضباط شرطه وشغالين بهدله في الناس. الطريقه دي بقى انا شخصيا لبست بيها غرامه، وكانت غرامه حوالي 600 دولار، ويا ريت الكل ياخد باله منها لان ما حدش يتوقعها خالص. ضباط الشرطه في الحاله دي مش بيكون راكبين اي عربيه سواء اندر كفر او عربيه عاديه، لا ده بيكونوا راكبين يا اما عجله يا اما موتوسيكل. بتلاقي يا اما فعلا موتوسيكل او عجله معديه من جنبك، وهم عامه بيحبوا قوي الطرق الزحمه عشان بيفضلوا يعدوا ما بين العربيات، يفضلوا حرفيا باصين يمين او شمال مستنيين اي حد، مش هقول لك يمسك الموبايل بتاعه، ده مستنيينه يلمس الموبايل بتاعه. ودي فعلا حقيقه، اي نقط بتفقدها بترجع لك بعد 3 سنين تكون انت اصلا نسيتهم وعجزت وكبرت. يعني الفكره بقى ان الحسنه اللي في العك ده كله اللي ممكن نجيب سيرتها، ان ساعات على الطريق سواء كاميرا موبايل او كاميرا سرعه قبليها 100 متر بيحطوا يافطات تحذيريه ان في قدام 100 متر كاميرا موبايل او سرعه عشان تاخد بالك. يعني مش نفسك اصلا تكون مجرد غرامه من ضمن الغرامات اللي ضابط الشرطه عايز يلبسها لاي حد عشان يحقق التارجت بتاعه. عايزك بقى تصحصح معايا وتركز معايا وتحط عينك في وسط راسك. انا تقريبا قلت لك على كل المعلومات بتاعت الكاميرا بتاعت الموبايل وبتاعت السرعه. اعمل بقى لايك وشير وفولو عشان الكل يستفاد قبل ما يجي استراليا. عشان كده